السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناة صفاء ديليس. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مجموعة من العصائر الطبيعية اللذيذة سهلة التحضير. يمكن لكم تحضروها في ايامكم العادية لضيوفكم او حتى في شهر رمضان، فاكيد غادي يعجبوكم. كنتمنى انكم تجربوهم. الا كنتو كتزوروا القناة لاول مرة ما تبخلوش عليا بالاشتراك، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد، وندوز معكم مباشرة العصير الأول والطريقة ديالو. فأول عصير غادي نحضر معكم هو عصير الباربا. غادي نحتاج القطع ديال الباربا اللي سبق ليا وسلقتها، قشرتها وخليتها كتبرد، قطعتها بهذا الشكل. عندي 3 حبات من الموز الصغيره، الا كانوا كبار استعملوا 2. وعندي عصير ديال البرتقال. من الاحسن انكم تستعملوا عصير طبيعي ماشي عصير جاهز. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. غادي نوضع جميع هاد المكونات في خلاط كهربائي بهذا الشكل، فالقطع ديال الباربا يكونوا باردين. وبالنسبه لهاد العصير فانا ما كنضيفش ليه السكر نهائيا، لان جميع المكونات عندنا حلوين، ونتفاداو اننا نضيفوا السكر. من الاحسن اللي كيبغي يضيف السكر فكيبقى على حسب الرغبه. كنطحنوا هاد المكونات مزيان مع بعض، يعني ما كيبقاوش قطع الباربا كيبانوا لينا نهائيا. ومن بعد فما كيبقى ليا غير نقدم هاد العصير مباشره. احسن حاجه بالنسبه للعصائر هي انكم ما تطحنوهم حتى تبغيو تقدموهم مباشره. ما تطحنوهمش وتخليوهم ساعات طويله في الثلاجه باش هكذا يعني تستافدوا من الفوائد ديالهم. وبالنسبه للباربا فكنعرفوا جميع الفوائد ديالها، وهذه فكره كتبقى بالنسبه للوليدات الصغار اللي ما كيبغيوش ياكلوا الباربا. بهذه الطريقه غادي يشربوا العصير وغادي يعجبهم بزاف، لان المذاق ديال الباربا ما كيجيش باين. بالنسبه للناس اللي بغاو يضيفوا قطع من الفراوله ايضا لهاد العصير يمكن لكم تضيفوها، فعاده كنستعمل فيها حتى الفراوله. وكيكون هذا هو الشكل ديال العصير الاول اللي حضرت معكم. بالنسبه للعصير الثاني فهو عصير لافوكا بالفواكه الجافه. غادي نحتاج ليه حبه من لافوكا اللي تكون طيبه، يعني من الاحسن ما تستعملوش لافوكا قاصحه باش ما تجيكمش مره. 3 حبات من الموز صغيره اولا 2 كبار. وغادي نحتاج الحليب يكون بارد مزيان. وبالنسبه للفواكه الجافه فغادي نحتاج اولا التمر. عندي هنا تقريبا 7 حبات من التمر، زولت ليها النواه وقطعتها. عندي القليل من الزبيب. عندي القليل من اللوز، من الاحسن انه يكون يعني محمر شويه من قبل. وغادي نحتاج شويه ديال القرقاع. بالنسبه لهاد الفواكه الجافه كيبقاو اختياريين، يعني اللي عندكم ممكن تستعملوه. وبالنسبه لهاد العصير ايضا فما غاديش نستعمل فيه السكر، غادي نحتاج ليه العسل. اللي بغى يستعمل السكر فيمكن له يستعمل السكر. اول شيء غادي ناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نوضع يعني التمر، غادي نوضع القليل من الزبيب، القليل من اللوز، والقليل من القرقاع ايضا. يعني الكميه كتبقى على حسب الرغبه وعلى حسب اللي متوفر عندكم. يعني الا بغيتو تستعملوا غير التمر والزبيب فيمكن لكم. وبهذه الطريقه فحتى الوليدات الصغار اللي ما كيبغيوش ياكلوا الفواكه الجافه غادي يعني ياخذوها ويستافدوا من الفوائد ديالها. ضفت لهم القليل من الحليب وغادي نطحن هاد المكونات اولا مع بعض. فكنطحن هاد المكونات يعني مزيان مع الحليب، يعني باش كيطحنوا لينا مزيان وما كيبقاوش مهرمشين. وحتى الوليدات الصغار اللي ما كيبغيوش هاد الفواكه الجافه فما كيبانوش ليهم في هاد العصير. من بعد ما طحنته فغادي نضيف لهم لافوكا. فكيف سبق ليا وذكرت من الاحسن ان لافوكا اللي تستعملوا تكون طيبه، لان لافوكا الا كانت قاصحه تقدر ان يجي فيها المذاق ديال المروره. فكنقسمها على نصفين، من بعد كنزولها هكذا بملعقه بطريقه سهله. من بعد فغادي نضيف حبات ديال الموز. انا استعملت هكذا 3 صغار اولا 2 كبار. غادي نضيف هنا ملعقه كبار تقريبا ديال العسل. فهنا يمكن لكم تستعملوا العسل، يمكن لكم تستعملوا السكر، كيبقى على حسب الرغبه، والكميه كتبقى ايضا على حسب الرغبه. لاننا يعني استعملنا التمر والزبيب اللي كيكون ايضا يعني حلو. من بعد فغادي نضيف الكميه ديال الحليب اللي بقات ليا، وغادي نطحن هاد العصير اولا هاد المكونات جميع مع بعض مزيان.
فهنا بالنسبه لكميه الحليب كتبقى على حسب الرغبه، يعني كاين اللي كيبغي عصير لافوكا ثقيل، كاين اللي كيبغيه خفيف. فانتم يعني ضيفوا نصف لتر الاول ديال الحليب، ولا جاكم ثقيل فممكن تضيفوا يعني كميه اخرى ديال الحليب. انا هنا تقريبا ضفت يعني لتر الا ربع من الحليب. وكيف سبق لي ذكرت الحليب كيبقى على حسب الرغبه. ويمكن لكم ايضا يعني تذوقوا العسل، الا جاكم يعني ناقص في الحلاوه يمكن لكم تضيفوا العسل او السكر. كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الحلاوه اللي كتبغيو. وبهذا الشكل فكنكونوا قدمنا العصير، يعني رافقناه بالفواكه الجافه. يعني هذا العصير لذيذ، طريقته سهله وبسيطه، وكنتمنى انكم تجربوه لانه اكيد غادي يعجبكم ايضا. يمكن لكم تقدموه للضيوف ديالكم اولا في شهر رمضان ايضا. فكيكون هذا هو العصير الثاني ديال لافوكا اللي قدمت معكم، وغادي ندوز معكم الان مباشره للعصير الثالث. بالنسبه للعصير الثالث فهو غادي نحتاج ليه الفراوله. غادي نحتاج القطع ديال الفراوله هكذا، يعني طازجه اولا فراوله اللي تكون عندكم في المجمد، يمكن لكم تستعملوها ايضا. غادي نحتاج ايضا القطع ديال الموز، تقريبا 3 حبات صغيره اولا 2 كبار ديال الموز. وغادي نحتاج تقريبا نصف لتر من عصير برتقال طبيعي، من الاحسن تستعملوا عصير طبيعي ماشي عصير جاهز. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. اول شيء غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي نوضع هاد المكونات كاملين مع بعض. الكميه ديال الفراوله كتبقى على حسب الرغبه، انا هنا تقريبا يعني استعملت 250 غرام ديال القطع ديال الفراوله. الا كانوا عندكم في المجمد يمكن لكم تستعملوهم ايضا. غادي نضيف لهم الموز، وغادي نضيف العصير ديال البرتقال. وكيف لاحظتوا معايا ففي هذا العصير ايضا ما غاديش نستعمل السكر، يعني جميع المكونات حلوين ما كاينلاش اننا نضيفوا السكر. والسكر كيبقى على حسب الرغبه، اللي كيبغي يضيف السكر يمكن له يضيفه، لكن احسن حاجه انكم ما تضيفوش باش العصير يكون صحي اكثر. فما كيبقى ليا غير نطحن هاد المكونات جميع مع بعض، يعني حتى كيطحنوا ليا مزيان. وبالنسبه للكميه ديال عصير البرتقال كتبقى ايضا على حسب الرغبه، يعني اللي كيبغي يضيف العصير اكثر العصير يجي خفيف يمكن له يضيفه، اللي كيبغي العصير يجي شويه ثقيل فيستعمل يعني نصف لتر كتكون كافيه. فمن بعد ما كنطحن هاد العصير يعني مزيان ما كيبقى ليا غير نقدمه. كيكون هذا هو الشكل ديالو. ودائما يعني العصير كنطحنوه وكنقدموه في الحين، يعني نحاولوا ان جميع هذوك المكونات يكونوا باردين ونطحنوهم ونقدموهم. ما نخليوش العصير ساعات طويله في الثلاجه. فكيكون هذا هو العصير، يعني طريقته بسيطه وكيجي لذيذ ايضا، كنتمنى انكم تجربوه. والان ما كيبقى ليا غير ندوز معكم مباشره للعصير الاخير، العصير الرابع اللي غادي نقدم معكم اليوم. بالنسبه للعصير الاخير اللي هو عصير الحامض، غادي نحتاج ليه الاوراق من الخس. سبق لي وصلتهم مزيان، غادي نوضعهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. عندي هنا حامضه صغيره كان سبق لي وعندي في المجمد، كنجبدها قبل يعني شويه كديكونجلا غير شويه باش يسهل عليا انني نقطعها وكنستعملها. عندي هنا نصف حبه ديال الخيار اللي غسلتها مزيان وقطعتها هكذا بالقشره ديالها. فانا هنا يعني غادي نضوبل هاد المقادير على جوج، يعني استعملت 2 حبات ديال الحامض صغار، حبه وحده ديال الخيار هنا استعملت نصف. غادي نحتاج الاوراق من النعناع اللي سبق ليا وغسلته، غادي نستعمل غير الاوراق. وهنا ما كيبقى ليا غير انني نضيف الماء، انا هنا استعملت ماء معدني، كيبقى على حسب اللي متوفر عندكم. غادي نضيف القليل من الماء، ومن بعد ما كيبقى ليا غير نطحن هاد المكونات مزيان مع بعض. فمن بعد ما طحنتهم مزيان خديت انا مباشره واحد الاناء وضعت فيه صفايه وغادي نصفي فيه هذاك الخليط. فانا هنا يعني طحنت هذاك الخليط مرتين، يعني استعملت ديك الكميه مرتين. وغادي نصفيها مزيان، يعني كنبقى هكذا بالملعقه وبالظهر ديال الملعقه حتى يعني ما كتبقى ليا حتى شي نقطه في هذا الصفايه. غادي ناخذ هذا العصير اللي حصلت عليه، غادي نرجعوه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. وهنا فكيبقى لكم الاختيار، يعني الا كتبغيو عصير الحامض طبيعي بدون سكر فيمكن لكم تقدموه غير هكذاك. انا هنا ضفت ليه ملعقتان كبار من السكر، يمكن لكم تستعملوا العسل ايضا. غادي نطحنوه هكذا طحنه خفيفه، ومن بعد ما كيبقى ليا غير نقدموه في الكؤوس اللي بغيت نقدموه فيها.
فبالنسبه لهذا العصير ديال الحامض انا كنحضرو بزاف، كيجيب بحال واحد ديتوكس خصوصا الا ما استعملناش فيه السكر، وكنحضرو ايضا في رمضان لانه كيساعدنا على الهضم واللون ديالو كيجي كيشهي. فكنتمنى ان فيديو اليوم يعجبكم وتجربوا هاد العصائر. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم، تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم، ولا كنتو كتزوروا القناه لاول مره فمرحبا بكم، ما تبخلوش عليا بالاشتراك، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. وما بقى ليا غير نقول لكم تلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خليتكم على خير.